تخيل انك بتشتغل لمدة 3 سنين على فيلم وبتصرف عليه اكتر من 70 مليون دولار وبتجيب جون سينا عشان يلعب دور الشرير، وكمان جيمس جان يبقى واحد من المنتجين، وفوق كل ده بتجمع شخصيات كرتونية من اشهر الشخصيات اللي كنا بنحبها واحنا صغيرين مع ممثلين حقيقيين. وبعد ما تعمل عروض تجريبيه للفيلم تلاقي الجمهور اتجنن عليه وكل الناس بتحبه، الفيلم خلصان بالكامل واتمنتج واتجهز علشان خاطر ينزل السينمات ويحقق نجاح كبير. ولكن فجأة شوية ناس قاعدين كده في مكاتب بيقرروا ان الفيلم ده لازم يختفي من الوجود، هم هنا مش هيأجلوه وكمان مش هينزلوه على منصة معينة، لا قرروا كده يمسحوه من الوجود نهائيا، وده بس علشان خاطر يوفروا شوية فلوس في الضرائب. الموضوع شكله كأنه قصة شرير من أفلام الكرتون، ولكن للأسف ده حصل فعلا مع الفيلم بتاع كيوتي ضد أكمي من شركة ورا بروس. الفيلم اتحكم عليه بالموت، والقرار ده عمل ثورة كبيرة جدا في هوليوود، وفي النهاية الفيلم اتنقذ من المصير ده على ايد شركة توزيع مستقلة. والمفارقة هنا ان الفيلم اللي وورنر كانت عاوزة فعلا تدفنه بقى بعد كده اعلى افلام لوني تونز تقييما في التاريخ. فيلم كايوتي ضد اكمي يعتبر اغرب واكتر دراما في القصه دي، وكمان فيها انتقام اكتر من اي حلقه شفناها للكرتون بتاع كايوتي ضد اكمي. البدايه كانت فكره عبقريه جدا، وعشان نفهم ليه الغاء الفيلم عمل كل الضجه دي لازم الاول نعرف الفيلم كان بيتكلم عن ايه، لان كايوتي ضد اكمي مش مجرد فيلم حيوانات معمول بالسي جي اي وبيطلع لك كده شويه افيهات وخلاص. الفيلم مبني هنا على مقال ساخر جدا ومميز كمان كتبه الكاتب يان فريزر سنه 1990، وفكره المقال نفسها كانت عبقريه من كتر ما هي كانت غريبه. بعد سنين طويله وهو بيشتري صواريخ واحزاب تجري لوحدها، وكل مره الادوات دي كانت بتنفجر في وشه وهو بيحاول يمسك رود رانر، قرر هنا كويتي اخيرا يعمل الحاجه اللي اي مواطن امريكي ممكن يعملها، يرفع قضيه على شركه اكمي. فهو بيقول هنا ان الشركه بعتت له منتجات معيبه وعايز ياخد حقه منها في المحكمه، وعشان يدخل في واحده من اكبر القضايا في التاريخ بيستعين بمحامي فاشل، والمحامي ده هو كيفن ايفري واللي بيلعب دوره ويل فورتي. المحامي ده طبعا مناسب جدا للقضيه دي لانه شخصيه كوميديه وفاشله، وده بيخلي الموقف كله يمكن يكون طريف شويه. اما الناحيه التانيه في شركه اكمي بتجيب محامي الشركات الشرس وهو كودي كرين واللي بيلعب دوره جون سينا، والفيلم نفسه يعتبر مسامه رساله حب كبيره جدا لتاريخ الرسوم المتحركه. يعني على سبيل المثال شخصية كيفن ايفري يعتبر اتسمت على اسم تيكس ايفري، واحد من اشهر واهم رسامي ومخرجي الرسوم المتحركة في تاريخ لوني تونز. الفيلم كان من اخراج ديفي جرين، والراجل اصلا من اكبر محب رسوم متحركة، وكمان السيناريو شارك فيه سام براتش ومعاه كمان جيمس جان نفسه، والنتيجة كانت فيلم بيجمع بين رسوم متحركة ثلاثية الابعاد وممثلين حقيقيين بطريقة مميزة جدا. يعني الفيلم هنا كان عنده كل حاجه، فكره قويه وسيناريو كويس وممثلين موهوبين ومخرج فاهم هو بيعمل ايه. ولكن بعدها بقى بتحصل مجزره في نهايه سنه 2023. كانت شركه ورنر بروس تحت اداره الرئيس التنفيذي ديفيد زازليف، وزازليف كان عنده هدف واضح جدا تقليل المصاريف باي شكل ممكن، وكانت واحده من طرقه انه هو يدور على الافلام اللي اتعملت اساسا عشان خاطر تنزل على منصه اتش بي او ماكس، واللي كانت محتاجه ميزانيه تسويق ضخمه لو هتنزل في السينمات، لان طرح فيلم في السينمات كان ممكن يحتاج حوالي 30 ل 40 مليون دولار اضافه للتسويق. فبدل ما ورنر هنا تنزل الافلام دي وتجازف انها ما تحققش الايرادات المطلوبه، الشركه اكتشفت ثغره غريبه جدا في قوانين الضرائب. لو الشركه هنا قررت تلغي الفيلم نهائي وتعهد ان مش هتسمح لاي بني ادم يشوفه ابدا، كان من حقها هنا تعتبر تكلفه انتاج الفيلم خساره وتستخدم الخساره دي عشان خاطر تخصم منها في الضرائب. وبالطريقه دي ورنر بروس دمرت كذا فيلم، واللي كان طبعا اهمهم فيلم باد جيرل، وفجاه حصل نفس السيناريو هنا مع كيوتي اند اكمي. ولكن تتخيلوا قد ايه القرار ده جه بشكل مفاجئ، فحتى المخرج وابطال الفيلم نفسهم ما كانوش عارفين ايه اللي بيحصل اصلا. الفيلم هنا كان خلصان تقريبا بالكامل، لدرجه ان الممثل ويل فارتي كان المفروض هنا قبل الغاء الفيلم بايام قليله يروح السينما عشان يشوف النسخه النهائيه من الفيلم. لكن بدل ما تكون دي لحظه احتفال بالفيلم بعد 3 سنين من الشغل، الممثلين وفريق العمل هنا عاشوا حاجه شبه كده بالجنازه. الممثله نانا كاندر واعضاء تانيين من فريق الفيلم اطلقوا على العرض ده ان هو عرض خاص ومغلق، هدفه ان هم يشوفوا الفيلم مكتمل للمره الاخيره وهم عارفين الاستوديو ناوي يدفنه ومحدش هيشوفه بعد كده. حتى كمان ويل قال ان القرار كان قاسي جدا وانه حس القرار بلا اي رحمه او مشاعر. ولكن هنا بقى حصلت مفارقه غريبه جدا. الفيلم هنا بيتكلم عن شخص مهمش وهو الكايوتي، اللي طول الوقت شركه ضخمه وعديمه الاحساس بتدوس عليه، وكل اللي يهمها هو الارقام والارباح. لكن الاستوديو نفسه ما خدش باله من حاجه مهمه، لما الغوا الفيلم بسبب الجشع والمصالح التجاريه، ورن هنا تحولت حرفيا للشرير الحقيقي في القصه بتاعت الفيلم. وطبعا هوليوود ما كانتش هتسكت، اول ما خبر الغاء الفيلم انتشر صناعه السينما كلها تقريبا انفجرت من الغضب. احنا مش بنتكلم عن فيلم مستقل لسه في نص الانتاج، ده فيلم مكتمل بتكلفه اكتر من 70 مليون دولار ومبني على واحده من اشهر واول العلامات التجاريه في عالم الرسوم المتحركه. عدد كبير من المخرجين وصناع الافلام المعروفين اتصلوا بمكاتب ورنر بروس وهم غاضبين جدا، وعبروا كمان عن استيائهم من القرار ده. ومخرجين تانيين بدأوا يلغوا اجتماعاتهم مع الاستوديو بشكل جماعي، والسؤال كان منطقي جدا، هو انت ليه ممكن تشتغل مع ورنر بروس اصلا لو في احتمال ان هم يرموا ال3 سنين من حياتك كده في الزباله عشان خاطر يوفروا شويه فلوس؟
وفي الحفل بتاع اني اووردز الممثل الصوتي إريك باوزا كان قال هنا كلمة قوية جدا طالب فيها باحترام المجهود اللي بيبذله رسامين الرسوم المتحركة، وفي نهاية كلمته استخدم الصوت بتاع البطة دافي وده خلى الجمهور كله يسقف له بحماس. وبره استوديوهات وورنر كان في كمان جمهور لابس ازياء الكويتي وخرجوا يحتاجوا كمان تحت المطر وهم شايلين لافتات ضد قرار الغاء الفيلم، والضغط هنا بقى ضخم جدا. وازمة العلاقات العامة بالنسبة لورا بروس كانت كارثية لدرجة ان الشركة اضطرت انها تتراجع عن القرار بتاعها. وفي خطوة نادرة جدا وورن سمحت ان الفيلم يتعرض للبيع بحيث ان استوديو او شركة تانية تشتري حقوقه وتقدر تنزله، لكن الموضوع ما كانش سهل. عدت شهور وكل شوية كانت تظهر اخبار مختلفة عن الشركة اللي ممكن تشتري الفيلم. في وقت من الاوقات كان واضح ان امازون وابل كمان ممكن يشتروا الحقوق، لكن المفاوضات كانت بتفشل كل مرة وبدأ الناس هنا تفتكر ان الفيلم في الاخر هيرجع تاني يتدفن حرفيا. لكن وقتها ظهر بطل محدش كان متوقعه. شركة توزيع مستقلة تسمى كاتشب دخلت على الخط وقلبت كل الموازين. الشركة اشترت الحقوق الكاملة للفيلم واعلنت بكل فخر انها تطرح الفيلم عالميا في السينمات خلال الشهر ده. وبعد عرض ناجح جدا للفيلم سان دييجو كوميك كون بقى الموضوع رسمي، الفيلم اللي كان المفروض يترمي في الزبالة بسبب قرار شركة ضخمة اتحول لفيلم عنده فرصة ياخد موسم الصيف كله. فاخيرا كايوتي هنا كسب المعركة ضد الشركة، ولكن هنا ده بقى كله بيسيب علامة استفهام كبيرة، هل كل الحرب دي كانت فعلا تستاهل؟ خليني اقول لك ان الاجابه ايوه. التقييمات اللي ظهرت بعد عروض الفيلم في سان دييجو كوميك كون والعروض التجريبيه ما صفتوش بس انه فيلم كوميدي كويس، لكن ناس كتير اعتبروه جوهره حقيقيه فعلا. نقاد كمان وصفوا الفيلم بانه دافي وذكي ومؤثر بشكل غير متوقع، وكمان اعتبروه واحد من اذكى الانتقادات اللي اتعملت للسياسه وكمان الشركات الامريكيه في السنين الاخيره. اما اي جي ان ومواقع تانية فاشادوا بالفيلم لانه قدر يضيف مشاعر حقيقيه لشخصيات كانت في الاساس موجوده عشان تتعرض للضرب والمقالب طول الوقت، وده بيخلينا نقارن الفيلم ده بتاريخ لوني تونز مع افلام اللايف اكشن زي مثلا فيلم سبيس جام اللي نزل سنه 1996. لكن عشان نكون صراحه مع بعض من ناحيه القصه وصناعه الفيلم سبيس جام كان اقرب لاعلان تجاري ضخم منه لتحفه سينمائيه حقيقيه، وده بالظبط اللي بيخلي كايوتو واكمي تجربه مختلفه تماما. بعد كده بيجي الفيلم بتاع لوني تونز سنة 2003 واللي قدر فعلا ينقل روح الفوضى والجنون اللي كانت بتميز كرتون لوني تونز القديم، لكن رغم كل ده الفيلم فشل بشكل كبير في شباك التذاكر، وده خلى سلسلة لوني تونز تدخل تقريبا في حالة ثبات لفترة طويلة. اما بالنسبة لسبيس جام ليجاسي فخلينا اصلا ما نفتحش الموضوع ده، لان الفيلم ده ومن المفارقات كان بالظبط يعتبر كده الحاجة اللي فيلم كايوتي واكمي بينتقدها. كان عبارة عن مشروع تجاري معمول من ورا المكاتب هدفه الأساسي إن وورنر تستعرض كل الشخصيات والامتيازات اللي عندها من جيم اوف ثرونز لحد إيت وغيرهم، وفي وسط كل ده الفيلم نسي تماما إيه اللي بيخلي شخصيات زي باجز بوني وباقي شخصيات لوني تونز مميزة ومحبوبة. لكن كايوتي واكمي قدر فعلا يعمل حاجة شبه مستحيلة، خد هنا شخصية كل هدفها في الحياة إنها تمسك طائر وكانت فعلا بتظهر في كرتون مدته كام دقيقة واداها قصة وشخصية وتطور حقيقي. الفيلم بيتعامل مع كايوتي هنا بشكل مختلف تماما، بيخلينا نحس بالحزن والتعاطف معاه وبيورينا كمان قد إيه هو مهووس بالمطاردة دي، عايش حياته كلها تقريبا في الصحراء جوه كهف وحواليه كل الخطط والاختراعات اللي عملها على مدار السنين واللي انتهت كلها بالفشل. والممثلين كمان كانوا مناسبين جدا للادوار بتاعتهم. عندك مثلا الممثل ويل قدم شخصيه المحامي الفاشل بشكل ممتاز، على الجانب التاني جون سينا قدم اداء مبالغ فيه ومجنون، وده كان مناسب جدا لفكره السخريه من عالم الشركات. وكمان دمج الشخصيات الكرتونيه مع التصوير الحقيقي في مناظر نيو مكسيكو حسب المراجعات سلس جدا لدرجه انك ممكن تنسى اصلا ان الشخصيات مرسومه. وده بقى بيوصلنا لاهم درس في القصه دي كلها. الفيلم ده كشف مشكله كبيره جدا بتعاني منها استوديوهات هوليوود حاليا، وممكن نسميها كده متلازمه العمالقه العميان. بمعنى اوضح، كتير من الاستوديوهات الكبيره بقت بتدار بواسطه مسؤولين ماليين، ناس ممكن ما كتبوش سيناريو في حياتهم ولا كمان وقفوا في يوم من الايام في موقع تصوير، وبيتعاملوا مع الافلام كانها مجرد ارقام موجوده في ملف اكسل. هم هنا بكل بساطة بصوا الأرقام وقالوا فيلم عن كايوتي بيرفع قضية على شركة هنحتاج نصرف حوالي 30 مليون دولار على التسويق، خلاص ندفنه ونخصم تكلفة ال 70 مليون دولار من الضرائب. المشكلة ان هم ما كانوش فاهمين هم عندهم ايه اصلا، ما عرفوش ان السيناريو كان قوي جدا وما قدروش يشوفوا القيمة العاطفية للقصة ولا تأثيرها كمان الثقافي المحتمل، وده بيحصل احيانا مع الشركات الضخمة. بتكون الشركة كبيرة لدرجة انها ما تقدرش تشوف قيمة الحاجات اللي في ايديها حتى لو كانت الحاجة دي دهب حرفيا قدام عينيها. وبقاء الفيلم لحد دلوقتي يعتبر دليل على مجهود الفنانين وصناع الفيلم اللي رفضوا يشوفوا شغل 3 سنين من حياتهم بيترمي كده في الاخر في الزباله. والاغرب ان نجاح الفيلم وشهرته زادوا بسبب نفس الجدل اللي حصل حواليه. وورنر كانت عاوزه تدفنه وتخلص منه، لكن بدل ما يختفي الفيلم بقى واحد من اكتر الافلام اللي الناس بتتكلم عنها دلوقتي ومستنيها وبتدافع كمان عنها في تاريخ الشركه خلال السنين الاخيره. فعشان كده لما تيجي تتفرج على الفيلم ده افتكر انك مش بتتفرج بس على فيلم كوميدي جديد من عالم لوني تونز، انت بتتفرج على جزء من تاريخ السينما الحديثه وبتشوف مثال على ازاي الفن ممكن يقاوم قرار الشركات والحسابات الماليه اللي ملهاش مشاعر. فبس كده تعتبر كل حاجه حوالين الفيلم ده، ودي حاجه برضو جديده بتثبت ان دايما شركه وورنر بروس ما بتدورش غير على الفلوس. كالعاده بقى استنى رايك في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا اول مره على القناه ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان يوصلك كل جديد اول باول، واشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.